بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعي دورينا حياكم الله وأهلا وسهلا، مرحبا بكم في كل مكان. نحييكم بأطيب تحية في أمسية كروية سعيدة. كل عام وعراقنا الحبيب بألف خير، وجعل الله أيامنا وأيامكم كلها سعادة وفرح إن شاء الله. عيد أضحى مبارك من هنا، من معقل صقور الجبال، من قلب هذا الملعب الذي يتنفس كرة القدم. نحييكم في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، مواجهة الطموح والكبرياء بين دهوك العنيد وكهرباء ونادي الكهرباء المتوهج، أصحاب الأرض صقور الجبال الذين يبحثون عن النقاط الثلاث ولا شيء غيرها لتحليق جديد في سماء نجوم العراق، بينما الضيوف نادي الكهرباء الذي يدخل هذه المباراة بشحنة عالية من الإصرار وعين على مباغتة أصحاب الدار والعودة بنقاط ثمينة وتنير مشوارهم في الدوري والهروب من البلاي أوف قبل جولة الختام. نحييكم أيها الأحبة في هذه المباراة، في هذه الجولة قبل الختام في مباراة، وفي هذين الجولتين الأخيرتين المتبقيتين من الدوري. لا شك أنه هناك صراع موجود، خاصة في المراكز المتأخرة، على صراع على البلاي أوف في هذه المباراة. الذي واحد من أطراف هذا الصراع هو نادي الكهرباء الذي يحاول الهروب من مباراة البلاي أوف. نادي دهوك بالزي الأصفر كما هو واضح في الصورة بقيادة طبعا المدرب أحمد خلف، بمواجهة نادي الكهرباء بالزي البرتقالي بقيادة المدرب حسن أحمد في هذه المباراة. تتأمل ونتمنى أن نشاهد مباراة جميلة بصافرة الحكم زيد ثامر، هو من يقود هذه المواجهة، بينما يساعد محمد لؤي مساعد أول، وشاكر خالد مساعد ثاني، وأياد زاحم حكم رابع، بينما فيد كريم وحامد علي حكام في غرفة الفار. هكذا هو الطاقم التحكيمي الذي سيقود هذه المباراة في هذه الجولة. كان متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، ها هو دورينا الآن في الجولتين الأخيرتين من هذا الموسم، وإن شاء الله أن نشاهد مباراة جميلة في هذه الجولة، في المباراة التي تجمع صقور الجبال نادي دهوك بمواجهة برتقال العاصمة نادي الكهرباء. نادي دهوك يدخل هذه المباراة بالتأكيد عينه على تحقيق النقاط الثلاث من خلال هذه المواجهة، وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء الذي لا يريد أن يخسر هذه المباراة ويريد أن يلعب ويقدم مستوى جيد ويجعله يأمن على نفسه في جدول الترتيب. صافرة البداية أيها الأحبة مشاهدينا بكل مكان، صافرة زيد ثامر تنطلق بداية لانطلاق هذه المباراة. تحياتي يوسف جميل معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء في هذه المباراة التي تجمع نادي الكهرباء على يسار الشاشة، بينما نادي دهوك على يمين الشاشة هنا في معقل صقور الجبال لنادي دهوك. كرة من هناك لمصلحة نادي الكهرباء. نادي الكهرباء بقيادة الكابتن حسن أحمد يدخل بحراسة المرمى علي خالد، كذلك عباس عدنان، عباس قاسم، سميلة واتارا، وسجاد خليل، خضر علي، روبن آكوا، علي مهدي، وأحمد عايد، ويانيك زاكري، ونهاد محمد. هكذا هي تشكيلة نادي الكهرباء من خلال هذه المباراة. بينما على الجانب الآخر نادي دهوك بقيادة الكابتن أحمد خلف يدخل بحراسة المرمى أحمد بشار، كذلك لدينا طبعا سعد ناطق، خادم رسول، يوسف الإمام، خالد كردوغلي، وسيابند عقيد، وأندريه السناطي، وكذلك أحمد عادل، صفا هادي، المنذر العلوي المحترف العماني، وكذلك محمد داود. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي دهوك من خلال هذه المباراة. كرة لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء يدخل هذه المباراة ولا يريد أن يخسر، لا يريد أن يخسر هذه المباراة بالتأكيد. الخوف ومباراة البلاي أوف، الصراع الموجود في المراكز المتأخرة، وبالتأكيد مباراة صعبة على كلا الفريقين، على نادي دهوك وكذلك على نادي الكهرباء. كرة أمامية في وسط الميدان، تقدم يأتي عن طريق يانيك زاكري، لكن الكرة قطعت، عادت سريعة من جديد عن طريق المنذر علوي، الكرة على جهة اليسار عن طريق خالد كردوغلي المحترف السوري، يعود الكرة بالخلف
طريق يوسف الإمام. هنا الكابتن أحمد خلف نظرة على هذه المباراة. طبعا نادي دهوك يدخل هذه المباراة ولديه غيابات أيضا مؤثرة لا شك في ذلك. الحديث عن هارون أحمد بسبب الإصابة، كذلك محمود مشعان، يوسف بن سودة، كذلك بيتر غورغيس وكريم درويش. كذا هي الغيابات بتشكيلة نادي دهوك من خلال هذه المباراة. هنا صافرة ومخالفة بهذه اللحظات لمصلحة نادي دهوك. هنا الكابتن حسن أحمد، مباراة مهمة. كابتن حسن أحمد يقود نادي الكهرباء، مباراة السادسة مع الكهرباء هذا الموسم منذ مباراة النجف. طبعا جاء خلفا للكابتن أحمد عبد الجبار، طبعا هو درب نادي نفط ميسان هذا الموسم أيضا. كرة تحولت من هناك على جهة يمين نادي دهوك، كرة عادت بالخلف، حاول للتقدم للأمام، يلعب الكرة على جهة اليسار لكن الكرة غادرت رمية التماس لمصلحة نادي الكهرباء. كذلك الحال بالنسبة للكهرباء الذي يدخل هذه المباراة وأيضا لديه غيابات. حديث عن محمد أوتارا ولوكاس دا سيلفا، كذلك الحارس حسن عباس وحسين نعيم وياسر ناجي طبعا بسبب الحرمان. كذا هي الغيابات، 5 غيابات موجودة بتشكيلة نادي الكهرباء. وكذلك الحال بالنسبة لنادي دهوك أيضا لديه في هذه المباراة 5 غيابات. كرة في وسط الملعب لمصلحة نادي دهوك، كرة تحولت من هناك، حاول نادي دهوك خلال هذه المباراة يلعب الكرة على جهة اليسار، يوسف الإمام يتقدم بقدمه اليسار، يلعب الكرة أمامية ولكن الكرة قطعت، عادت من جديد عن طريق خضر علي، يتقدم خضر بالمهارة، يحاول أن يمر، لعب الكرة في وسط الميدان، محاولة لصناعة فرصة جديدة لمصلحة نادي الكهرباء ولكن هناك صافرة مخالفة وخطأ على سعد ناطق في اللقطة الماضية. سعد ناطق لاعب منتخبنا الوطني صاحب خبرة وتجربة في المنتخب الوطني وكذلك في الدوري، واحترف أيضا سابقا. بالنسبة لسعد ناطق احترف في السعودية مع نادي أبها، كذلك مع نادي الباطن. كرة مرت وغادرت إلى خارج أرضية الميدان مع عباس قاسم كابتن نادي الكهرباء. أتمنى أن نشاهد مباراة جميلة هنا في ملعب دهوك في هذا اليوم السعيد، عيد سعيد وعمر مديد مليء بالعافية وتحقيق الأمنيات والنجاح، وإن شاء الله أيام فرح وسعادة على الكرة العراقية، على العراق بشكل عام. ويبقى لا شك في ذلك بالنسبة لمنتخبنا الوطني إن شاء الله أن تكون من خلال المشاركة المونديالية إن شاء الله الشهر القادم تكون فرحة وسعادة لجمهورنا، جمهور الرياضة، على الرغم أنه صعوبة المجموعة ولكن إن شاء الله منتخبنا يقدم مشاركة مميزة. كرة على جهة اليسار، خالد كردغلي يعود الكرة بالخلف عن طريق المنذر العلوي مع خالد يعود الكرة بالخلف من جديد، يوسف الإمام يلعب الكرة أمامية بشكل ممتاز، يا سلام، يحاول المرور عن طريق صفا ولكن الكرة قطعت، عادت لمصلحة نادي الكهرباء، محاولة الارتداد والهجوم المعاكس والسريع لمصلحة نادي الكهرباء على جهة اليسار. هنا انطلاقة يحاول برتقال العاصمة من خلال هذه المباراة، يحاول يانيك زاكري ولكن هنا صافرة جاءت زيد ثامر، خطأ بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء، لمصلحة يانيك زاكري، واضح في الصورة هذا الإيفواري نعم هذه اللقطة الماضية. وبالتالي صافرة ومخالفة لمصلحة نادي الكهرباء. كرة عن طريق خضر علي، يلعب الكرة أمامية، كرة حول لكن مرت، كرة مرت أراد بها مفاجأة حارس المرمى ولكن
كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، كانت عن طريق خضر علي. تسديدة، كرة على جهة اليسار لمصلحة نادي الكهرباء. كرة قطعت لكن عادت سريعة من جديد لمصلحة نادي دهوك على جهة اليمين، انطلاقة من هناك، ولكن أيضا الكرة قطعت عادت لمصلحة نادي الكهرباء. كرة أمامية ولكن هذه كرة خطيرة. كاد أن يخطفها نادي الكهرباء في اللقطة الماضية، ولكن الحارس أنقذ الموقف في اللقطة الماضية. أحمد بشار أنقذ الموقف في لقطة كانت خطيرة جدا لمصلحة نادي الكهرباء. كاد أن يسجل، كادت أن تأتي البشرى الأولى لنادي الكهرباء، كادت أن تكون العيدية الأولى، ولكن حارس المرمى حرم نادي الكهرباء من لقطة كانت خطيرة جدا، كانت بالإمكان أن تكون كرة لمصلحة نادي دهوك على جهة اليسار. خالد كردوغلي يلعب الكرة للأمام، ولكن بشكل ممتاز تقطيع من سوميلا واتارا، وخطأ لمصلحة نادي الكهرباء. شوف هذه اللقطة الماضية بينه وبين المحترف العماني المنذر العلوي في اللقطة الماضية لمصلحة نادي الكهرباء. هنا الكابتن أحمد خلف نظرة على هذه المباراة الهامة جدا في هذا الدوري. كرة على جهة اليسار، انطلاقة من هناك، محاولة المرور والوصول عن طريق نهاد، يحاول أن يمر من أمام دفاعات نادي دهوك. لا زال الإصرار متواجد هنا، تسديدة ولكن وصلت عند حارس المرمى. الكرة أمامية من جديد، حاول بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء، ولكن الكرة قطعت عادت من جديد من هناك لمصلحة نادي دهوك. يحاول المرور، يحاول نادي دهوك صقور الجبال، محاولة خطف هدف، محاولة التحليق من خلال هذه المباراة. حديث عن الكابتن حسن أحمد الذي تحدث في المؤتمر الصحفي وقال مباراة في غاية الأهمية، وتحدث أنه كونها ستحدد بشكل كبير مصير فريقنا في دوري نجوم العراق. كذا تحدث الكابتن حسن أحمد في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة، أيضا قال هناك حرص كبير لدى اللاعبين ومن أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة. كذا تحدث الكابتن حسن أحمد قبل هذه المباراة. كرة عادت بالخلف من جديد في وسط الميدان، تمريرات مقطوعة عادت من جديد لمصلحة نادي الكهرباء. هذه كرة أمامية ولكن الكرة أقرب عند حارس المرمى. هنا يانيك زاكري المحترف الإيفواري. كرة من جديد على جهة اليمين، التعادل لا زال سلبي، قائم وحاضر في أحداث هذا اللقاء. ممكن قد نشاهد الأهداف قادمة دقائق العشرة الأولى. التعادل السلبي لا زال قائم. طبعا الحديث عن يعني مباراة الذهاب، طبعا التقوا الفريقين بالجولة 17. في تلك المباراة كانت في استاد النجف، وانتهت تلك المباراة بهدف لهدف. تقاسموا النقاط في تلك المواجهة. في مباراة الذهاب سجل الكهرباء في تلك المباراة أحمد عايد، بينما سجل لنادي دهوك بيتر غورغيس. طبعا بيتر غورغيس يغيب عن هذه المباراة كما تحدثت بسبب الالتحاق بالمنتخب الوطني، ولكن في تلك المباراة يعني قد طرد طبعا المنذر العلوي بالبطاقة الحمراء. لكن نتمنى أن نشاهد مباراة جميلة ومثيرة في هذه الجولة، جولة قبل الختام. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، تمريرات، كرة لعبة أمامية، استقبال، عادت من جديد على جهة اليمين. يحاول صقور الجبال من خلال هذه المباراة، يحاول كرة للأمام، عادت عباس قاسم ينقل الكرة في وسط الميدان، محاولة صناعة فرصة جديدة، ولكن الصافرة مجددا مخالفة بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء. زيد ثامر حديث صفا هادي.
كرة لمصلحة نادي الكهرباء. لاحظ هذه اللقطة الماضية اللي كانت لروبن أكوا المحترف الغالي. كرة لمصلحة برتقال العاصمة، يلعب الكرة أمامية بالراس على جهة اليسار. هنا المنذر العلوي يحاول، منذر بالمهارة بالرشاقة يحصل على مخالفة أمام زاكري الإيفواري. يلعب الكرة في وسط الميدان. هنا تقدم عن طريق أندريه سرناطي، يعود الكرة بالخلف من جديد لمصلحة نادي دهوك لخالد كردوغلي. يلعب الكرة أمامية، لا زال صقور الجبال بهذه اللحظات يبحث عن هدف، يبحث عن هز الشباك، ولكن الدفاع في اللقطة الماضية حاضر بالموعد، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. هنا الكابتن أحمد خلف مدرب نادي دهوك. طبعا الكابتن سعد عبد الحميد هو من حضر في المؤتمر الصحفي وقال نتائج الفريق في المباريات الأخيرة كانت إيجابية من حيث الأداء والمستوى والانضباط. أيضا تحدث الكابتن سعد عبد الحميد قال نواجه فريقا محترما يملك مدربا صاحب خبرة، إشارة للكابتن حسن أحمد. لا شك خبرة كبيرة الكابتن حسن أحمد من خلال مباريات الدوري. أيضا قال سنلعب هذه المباراة بروحية عالية. خطأ بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء. نادي الكهرباء في المركز 17 ب 38 نقطة، بينما نادي دهوك بالمركز العاشر ب 50 نقطة. كرة غادرت إلى رمية تماس لمصلحة نادي دهوك. كرة لعبت من سابد عقيد، سعد ناطق لمصلحة صقور الجبال. يلعب الكرة أمامية، مرت من أحمد عادل، الكرة على جهة اليمين. يحاول نادي دهوك بطء بصناعة الفرصة من الخلف. كرة قطعت، عادت عن طريق اللقطة الماضية. هنا هجوم معاكس لمصلحة نادي الكهرباء. نهاد يلعب الكرة عالية، خطورة، الله! جول أول يأتي لمصلحة نادي الكهرباء. الله على العرضية، الله على الرأسية، وجول أول يأتي لمصلحة برتقال العاصمة. هدف يسجل، هدف رائع، هدف جميل جدا. الله على كرة عرضية، والله على كرة رأسية، هز الشباك مرمى دهوك. هدف أول، العيدية تظهر لمصلحة نادي الكهرباء بهذه اللحظات. يسجل زاكري، هدف رائع جدا يسجل من خلال الإيفواري يانيك زاكري، يسجل هدف رائع جدا، هدف جميل. الهدف الأول يأتي لمصلحة نادي الكهرباء، رائع جدا، جميل جدا ما شاهدناه في اللقطة الماضية من نهاد محمد إلى يانيك زاكري. رائع يانيك زاكري، نعم، يسجل رابع أهدافه من خلال هذا الموسم لمصلحة نادي الكهرباء. هدف أول، نعم، رغبة موجودة لدى نادي الكهرباء. الكهرباء بحاجة إلى النقاط الثلاث، بحاجة إلى الفوز، بحاجة إلى الانتصار. كرة لمصلحة نادي دهوك. سعد ناطق يلعب الكرة على جهة اليمين لأحمد عادل. أحمد يلف يدور، يبحث عن مساندة في وسط الميدان. يلعب الكرة ولكنها قطعت، عادت من جديد، مرت وغادرت إلى رمية تماس. رمية تماس، حديث عن آخر 5 مواجهات نادي دهوك لم يفوز على الكهرباء من خلال المواجهات ال5 الأخيرة بين الفريقين، 4 تعادلات وفوز لبرتقال العاصمة.
لم يتمكن نادي دهوك من تحقيق الفوز في المواجهات الخمسة الأخيرة التي جمعت الفريقين، جمعت دهوك مع نادي الكهرباء، 4 تعادلات وفوز لنادي الكهرباء. لكن ماذا عن هذه المباراة؟ هل ستكون كما انتهت مباراة الذهاب؟ مباراة الذهاب انتهت 1-1، ولكن لازلنا في بداية هذه المباراة، كل شيء وارد في الدقائق القادمة من هذه المباراة. كرة عن طريق سميلة واتارا، سميلة واتارا الذي سبق واللعب للرجاء المغربي ولعب أيضا للنادي الفتح الرباطي. من صفاء هادي، كرة على جهة اليسار، عادت عن طريق خضر لمصلحة نادي الكهرباء، لمسة عن طريق زكري يحاول، لكن سعد ناطق بشكل ممتاز، تغطية رائعة، بينما المنذر العلوي يحاول على جهة اليسار. هنا انطلاقة، خالد كردوغلي يحاول يبحث عن مساندة، يلعب الكرة على جهة اليسار لمصلحة صقور الجبال. بهذه اللحظات المنذر العلوي يحاول أن يمر بالمهارة. يا سلام، تفاهم وانسجام وتناغم موجود بين لاعبي نادي دهوك. هنا تمريرات، هذه كرة خطيرة، أحمد عادل ممكن التسديد. الله 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 على كرة رائعة جميلة جدا، كاد أن يسجل من خلالها صقور الجبال هدف، ولكن اللقطة الماضية مرت بأمان وسلام على مرمى نادي الكهرباء. لاحظ هذه اللقطة بشكل ممتاز، وفي الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الميدان، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. اصطدت بالقائم الأيسر، كانت خطيرة جدا لمصلحة نادي دهوك، كان ممكن أن يعدل النتيجة، لكن يا لها من تسديدة، يا لها من نظرة، يا له من تكنيك ممتاز بالقدم والنظرة على المرمى. كرة لمصلحة سعد ناطق، يلعب الكرة أمامية، كرة عادت من جديد لمصلحة نادي الكهرباء في وسط الميدان، عادت لمصلحة سعد ناطق، كرة عادت بالخلف، مناولات لمصلحة صقور الجبال، يلعب الكرة أمامية من جديد، يحاول بهذه اللحظات داخل منطقة الجزاء. هذه كرة خطيرة، ولكن عباس قاسم بالخبرة، الخبرة الطويلة في الدوري، كرة من جديد، خبرة السنين الطويلة بالنسبة لعباس قاسم. كرة من جديد لمصلحة نادي دهوك، يعود الكرة بالخلف، أحمد بشار ينقل كرة أمامية، سعد ناطق على جهة اليمين، يحاول نادي دهوك من العودة للمباراة من خلال هذا الشوط. كرة لمصلحة نادي دهوك في وسط الميدان، هنا تقدم، هنا انطلاقة، يلعب الكرة على جهة اليمين، هذه كرة خطيرة، فيها فرصة جول، محاولة، ولكن حكم المباراة لا يشير إلى شيء، يؤمر بالاستمرارية. الكرة لا زالت لمصلحة نادي الكهرباء عن طريق روبن أكوا المحترف الغاني، يلعب الكرة على جهة اليمين، هنا انطلاقة خطيرة، زاكري يلعب الكرة أمامية، ولكن أحمد بشار. كرة من جديد عادت لمصلحة صقور الجبال، البحث لا زال مستمر. نادي دهوك ربما هو أكثر استحواذ على الكرة من خلال دقائق 20 الأولى من هذه المباراة. هنا خضر علي يسيطر على الكرة، يعود بالخلف، حاول صناعة فرصة جديدة بالنسبة لنادي الكهرباء يلعب على هكذا فرص، على هكذا كرات لتدوين هدف ثاني، ولكن نادي دهوك صقور الجبال، فرصة جول، لا زالت الكرة خطيرة، ولكن حارس المرمى يتألق، علي خالد بلقطة ممتازة. نادي دهوك خطير جدا عندما يهاجم، ممكن أن يسجل التعادل من خلال هذا الشوط. كرة على جهة اليسار لمصلحة نادي الكهرباء، تمريرات، محاولة السيطرة على الكرة، امتصاص زخم حماس لاعبي نادي دهوك، ولكن سرعان ما تقطع الكرات وبالتالي تعود لمصلحة نادي دهوك. كرة على جهة اليمين، يعود الكرة بالخلف، مناولات، عادت في وسط الميدان،
لمصلحة نادي دهوك. الكرة عن طريق يوسف الإمام على جهة اليسار. يوسف يلعب الكرة لخالد كردوغلي، يعود الكرة بالخلف من جديد، محاولة المرور خادم رسول المحترف السنغالي، يعود الكرة بالخلف من جديد عن طريق أحمد بشار. كرة لسعد لمصلحة نادي دهوك، ينقل الكرة أمامية. هذه كرة لا زالت نادي دهوك يملك الروحية بهذه اللحظات، يريد أن يسجل. المنذر حاول، يا سلام بالمهارة بالرشاقة بالشطارة، هذا المحترف العماني. الكرة عن طريق خالد، الكرة لا زالت هنا بالراس والإبعاد، لا زالت يحاول نادي دهوك. يوسف الإمام، مناولات بينه وبين صفا هادي، الكرة لا زالت لمصلحة صقور الجبال، لا زال يحاول بهذه اللحظات على جهة اليسار خالد كردوغلي بكرة عرضية، ولكن التغطية لا زال نادي الكهرباء ناجح بالتغطية الدفاعية، لكن لا زالت هذه فرصة خطيرة لمصلحة صقور الجبال، فرصة لمعادلة النتيجة. هنا تسديدة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة جميلة مرت إلى خارج أرضية الميدان عن طريق أندريه ألان السناطي. هنا الكابتن أحمد خلف نظرة على هذه المباراة، نظرة على أحداثها، لكن هذه فرصة جول، هذه فرصة هدف في اللقطة الماضية، ولكن حارس المرمى يتألق. علي خالد تألق وتعملق في اللقطة الماضية. أندريه السناطي تقدم بشكل ممتاز. مباراة لا زالت بتعادل سلبي أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان. المباراة لا زالت بتعادل سلبي أو بهدف بهدف لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء سجل هدف وأثار هذه المباراة. بالتأكيد لا شك أنه نادي الكهرباء الرغبة الكبيرة موجودة لنادي الكهرباء من خلال تحقيق الانتصار، من خلال هذه المباراة، هذا التقدم لا شك في ذلك سيجعل نادي دهوك يندفع للأمام ويجعلنا نشاهد مباراة أفضل وأجمل. هنا صافرة بطاقة صفراء بهذه اللحظات. على أحد الكوادر التدريبية موجودة في نادي الكهرباء. شوف هذه اللقطة الماضية اللي كانت بين نهاد محمد وحاول نادي دهوك لمعادلة النتيجة خلال هذه المباراة. نادي دهوك في هذا الموسم لديه 13 انتصار، وبينما نادي الكهرباء لديه 11 فوز من خلال هذا الموسم. هنا فرصة محاولة لمصلحة نادي دهوك والإبعاد. 11 فوز لمصلحة نادي الكهرباء. أول فوز كان لمصلحة نادي الكهرباء كان بقرار اتحادي على نادي القاسم، بقرار اتحادي، وبالتالي كسب النقاط الثلاثة. بعد ذلك فاز نادي الكهرباء على الميناء 2-1. كذلك الفوز على نفط ميسان بهدفين مقابل لا شيء. الفوز على نادي النجف بهدفين لهدف. الفوز بخماسية على نادي الأمانة. كذلك الفوز على ديالى بنتيجة 2-0، والفوز بثلاثية على نادي القاسم، و2-0 على نادي الميناء، والفوز بقرار اتحادي على نادي النجف، والفوز أيضا على نوروز، والفوز الأخير اللي كان على نادي أمانة بغداد بنتيجة 1-0. هكذا هي 11 انتصار للكهرباء لغاية الآن، بينما 13 فوز لنادي دهوك في هذا الموسم. طبعا نادي دهوك آخر فوز كان الفوز على نادي القاسم في الجولة 34، بينما نادي الكهرباء آخر فوز كان في الجولة 35 على نادي أمانة بغداد بهدف نظيف. هذه كرة ولكن مرت وغادرت إلى خارج أرضية الملعب، كانت عن طريق محمد داوود في اللقطة الماضية.
شوف هذه الكرة العرضية وهنا الرأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. طبعا نادي دهوك قادم من تعادل أمام نادي النفط بهدف لهدف، بينما نادي الكهرباء قادم من تعادل أمام نادي الغراف بهدفين لهدفين. كذا هي نتائج الفرق الأخيرة بالنسبة لنادي دهوك وكذلك لنادي الكهرباء. كرة غادرت إلى رمية تماس، رمية جانبية في هذه اللحظات. طبعا نادي دهوك لديه 11 تعادل، 11 تعادل لنادي دهوك، بينما نادي الكهرباء تعادل في 5 مباريات من هذا الموسم. 5 مباريات تعادل بها نادي الكهرباء في هذا الموسم. تعادل من أمام نادي أربيل تعادل سلبي، تعادل من أمام الكرخ، كذلك تعادل من أمام نادي دهوك في مباراة الذهاب، كذلك التعادل من أمام نادي أربيل في الجولة 33 بهدفين لهدفين، والتعادل في الجولة الأخيرة من أمام نادي الغراف بهدفين لهدفين. بينما نادي دهوك تعادل في 11 مباراة، 11 مباراة تعادل مع نادي النفط تعادل سلبي، كذلك تعادل من أمام نفط ميسان بهدفين لهدفين، التعادل مع النفط بهدف لهدف بنفس النتيجة مع زاخو، تعادل سلبي مع الزوراء 1-1 من أمام نادي الكهرباء، ومع الموصل تعادل سلبي، كذلك تعادل مع الميناء بهدف لهدف بنفس النتيجة مع الغراف، ومع الزوراء بهدفين لهدفين. كذلك آخر تعادلين تعادل مع الموصل 3-3، والتعادل من أمام نادي النفط بهدف لهدف. هكذا هي المباريات التي تعادل بها نادي دهوك من خلال هذا الموسم. كرة لمصلحة نادي دهوك، نقترب على الدقيقة 30، التقدم كهربائي بهدف عن طريق اليفواري يانيك زاكري بكرة عرضية كانت ممتازة من نهاد محمد وضعها بإتقان. يانيك زاكري ليسجل رابع أهداف هذا الموسم. نادي دهوك يحاول معادلة النتيجة من خلال هذا الشوط، يلعب الكرة عالية للأمام من جديد، كرة لا زالت عادت من جديد ولكنها غادرت إلى رمية تماس. هناك تعادل سلبي أيضا بين نادي القرمة مع ديالى، تعادل سلبي. هنا تقدم لنادي الكهرباء بهدف، وهناك تقدم للغراف بنتيجة 1-0 لغاية الآن على نادي أمانة بغداد. هذه كرة غادرت لخارج أرضية الملعب، تنافس قوي لا زال موجود لغاية الآن حسب النتائج الحالية. نادي أمانة بغداد في المركز 18. ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء بهذه اللحظات. هنا في ملعب نادي دهوك في الجولة 37. الكرة لا زالت في وسط الميدان لمصلحة نادي دهوك. يعود الكرة بالخلف، مناولات، تمريرات، تلعب الكرة عالية، عادت لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء يحاول استحواذ السيطرة على الكرة، كسب المزيد من الوقت والحفاظ على هذا التقدم، بينما دهوك يحاول. يا سلام الله على كرة ولقطة رائعة جدا من المنذر العلوي في اللقطة الماضية، ولكن وصلت عند حارس المرمى، عند حارس المرمى علي خالد. شوف هذه اللقطة، وهنا التقدم لصقور الجبال، هنا المنذر العلوي والله على لقطة، ولكن الجمال لم يكتمل. كرة لا زالت عادت لمصلحة نادي دهوك. دهوك يريد معادلة النتيجة من خلال هذا الشوط. ونلعب
في الربع الساعة الأخيرة المتبقية من هذا الشوط. كرة على جهة اليسار لصفاء ليوسف، يلعب الكرة أمامية من خالد كردوغلي، لا يوسف الإمام. يوسف نظرة للأمام يبحث عن مساندة، يغير الاتجاه، يلعب كرة عالية، ولكن هذه كرة قطعت، عادت لمصلحة نادي الكهرباء. محاولة الارتداد والهجوم المعاكس للأمام. كرة من جديد إلى رمية تماس، رمية جانبية. هنا أحمد عايد، واحد من الأسماء الشبابية المميزة التي شاهدناها في هذا الموسم بصفوف نادي الكهرباء. كذلك هناك أسماء جيدة بتشكيلة نادي نفط ميسان، أسماء شبابية جيدة في هذا الموسم. نادي دهوك لا زال يبحث، يواصل، يعود الكرة بالخلف، يلعب الكرة على جهة اليسار. هنا يوسف الإمام، يا سلام، لمسة ممتازة وخطيرة. هذه فرصة، محاولة، فرصة التعادل، ولكن اللقطة الماضية لا زال يوسف الإمام. هنا تسديدة مرة ثانية، لا زالت عادت من جديد لمصلحة نادي الكهرباء، ولكن كرة عادت لمصلحة نادي دهوك. لا زال نادي دهوك يريد معادلة النتيجة، ولكن هناك لاعب يشكو من إصابة. بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي الكهرباء بهذه اللحظات. بالسلامة. نتحدث عن نتائج الفريقين. نادي دهوك خسر في 12 مباراة في هذا الموسم، 12 هزيمة، لكن نادي الكهرباء خسر في 20 مباراة في هذا الموسم. 20 مباراة خسرها نادي الكهرباء، بينما نادي دهوك 12 خسارة. نادي دهوك يعني بدأ الموسم ب4 هزائم متتالية. في الجولة الأولى خسر من أمام القرمة، في الجولة الثانية خسر من أمام الشرطة 2-0، وفي الجولة الثالثة خسر من أمام الكرخ 3-2، خسر من أمام الطلبة أيضا 2-1، كذلك خسر من أمام نادي أربيل بنتيجة 2-1. كذلك خسر نادي دهوك في تلك المباراة الجميلة من أمام نادي الغراف، انتهت 4-3 لنادي الغراف. كذلك خسر من أمام نوروز نادي دهوك 2-1. خسر أيضا نادي دهوك مباراة من أمام نادي أربيل بنتيجة 2-1. كذلك خسر نادي دهوك أمام زاقو، خسر من أمام القرمة 3-0، خسر من أمام نادي أمانة بغداد 2-1، والخسارة من أمام الجوية بنتيجة 2-1 أيضا. هذه هي كانت آخر خسارة لنادي دهوك في هذا الموسم، كانت من أمام القوة الجوية في الجولة 29. لكن دهوك لا زال لا يريد أن يخسر هذه المباراة. لكن الحديث عن المواجهات، آخر 5 مواجهات نادي دهوك لم ينتصر على نادي الكهرباء، 4 تعادلات وفوز لبرتقال العاصم. هنا صافرة مخالفة بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء، لما يبدو بطاقة صفراء لصفاء هادي بهذه اللحظات. نعم، يحصل على بطاقة صفراء صفاء هادي. البطاقة الصفراء هي الأولى على اللاعبين بهذه اللحظات، بهذه هي المباراة. البطاقة الصفراء الأولى، شاهدنا بطاقة صفراء كانت على أحد الكوادر التدريبية، لكن الآن البطاقة الصفراء تظهر على صفاء هادي. كرة لمصلحة نادي دهوك على جهة اليمين. نادي دهوك لا زال يحاول، يبحث على معادلة النتيجة. نادي دهوك يعني نادي دهوك آخر مباراتين
تعادل من أمام النفط 1-1، تعادل مع نادي الموصل 3-3، ولكن فاز هنا على نادي القاسم بنتيجة 2-1، وفاز أيضا على نادي نفط ميسان 2-1. هذه كانت آخر مباراتين لعبها نادي دهوك هنا على هذا الملعب. فرصة الهدف الثاني، فرصة جول، الله، الفرصة لا زالت سانحة لبرتقال العاصمة بهذه اللحظات. الله 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 على تألق رائع جدا لأحمد بشار. فرصة الهدف الثاني كانت قريبة، كانت قريبة، العيدية الثانية كانت قريبة يا نهاد، كانت قريبة. لاحظ هذه اللقطة الماضية، وأحمد بشار يتألق أمام فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لنادي الكهرباء مرة أولى ومرة ثانية، مرة أولى ومرة ثانية بشكل ممتاز ورائع ولافت. هنا التقدم، هنا الانطلاقة لنهاد، ولكن الله الله على استبسال من حارس المرمى على مرتين، مرة أولى مرة ثانية، وفي الأخير مرت إلى ركنية، إلى ركنية لمصلحة برتقال العاصمة بهذه اللحظات. لاحظ هنا أحمد عايد أراد أن يسدد، نعم هو سدد، ولكن الله تصدي ممتاز. الإعادة أكثر من مرة من كل الزوايا، نشاهد تألق لحارس المرمى سعد ناطق يشكو من إصابة. سعد ناطق اللي طبعا كانت لديه أيضا تجربة في قطر مع نادي العربي، كذلك مع نادي المرخية، ولكن فرصة كانت ثمينة، فرصة كانت غالية جدا لنادي الكهرباء. ماذا لو سجلها نادي الكهرباء في اللقطة الماضية؟ فرصة الفوز خلال هذه المباراة، خصوصا نادي دهوك أو نادي الكهرباء بحاجة إلى الفوز من خلال هذه المباراة. فوز مطلب، ولا شك الخبرة الكبيرة للكابتن حسن أحمد. لا زالت هنا ركنية لمصلحة نادي الكهرباء، محاولة لعب كرة عرضية، هنا عرضية وخطيرة تبحث عن راس، هذه كرة لا زالت خطيرة، فرصة الثاني، ولكن وين الكرة مرت بعيدة تماما، بعيدة تماما يا علي مهدي في اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى لمصلحة صقور الجبال. كرة مرت بهذا الشكل، لا زالت لمصلحة نادي دهوك. تمريرات لمصلحة صقور الجبال على الجهة اليمين لمصلحة نادي دهوك. بهذه اللحظات نادي دهوك يبحث أن يعدل النتيجة من خلال هذا الشوط. الوقت عند كل ما يمر يكون التعادل صعب، لا شك في ذلك. الثقة تكون أعلى بالنسبة لنادي الكهرباء. حاول نادي الكهرباء أن ينهي هذا الشوط وهو متقدم بهذا الهدف. نادي الكهرباء خسر 20 مباراة في هذا الموسم، لكن نادي دهوك سجل 43 وعليه 43. مع هدف اليوم نادي دهوك استقبل 43 هدف، بالمقابل أيضا سجل 43، لكن نادي الكهرباء سجل 45 هدف مع هدف مباراة اليوم، 45 هدف وعليه 52. نادي دهوك بالمركز العاشر 50 نقطة، بينما نادي الكهرباء بالمركز السابع عشر ب38 نقطة. كرة من جديد للأمام بالراس في وسط الملعب لمصلحة نادي دهوك. غادرت هنا الواضح في الصورة أحمد عادل لاعب نادي دهوك. نلعب في آخر 4 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول والجزء الأول من هذه الحكاية قبل جولة الختام من موسم 2025-2026. في هذا الموسم الرائع،
في هذا الموسم الذي مر سريعا نحو الجولات الختامية، كأنه سهم انطلق واستقر به الحال في شهر أيار أن يكون قريب على ختام هذا الموسم. كرة من جديد، ولكن في النهاية الدوري سينتهي في شهر حزيران، نعم، من خلال الجولة القادمة يوم 1 حزيران الجولة 38، وكذلك يوم 2 من حزيران أيضا، يعني يوم الاثنين والثلاثاء القادم. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، صافرة مخالفة بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء. التقدم كهربائي، هدف سيسعد أكيد الكابتن حسن أحمد. كرة غادرت، عادت من جديد لمصلحة نادي دهوك في وسط الميدان، حاول صناعة فرصة جديدة. كرة أمامية، المنذر العلوي لا زال يحاول. الغراف هناك يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، بينما التعادل السلبي بين نادي القرمة ونادي ديالا، وهنا تقدم لمصلحة نادي الكهرباء. هنا المنذر العلوي يحاول أن يمر، ولكن الكرة قطعت، عادت من جديد لمصلحة نادي الكهرباء. محاولة صناعة فرصة جديدة، محاولة التقدم في وسط الملعب، يلعب الكرة من هناك على جهة اليسار. هنا تقدم عن طريق نهاد يحاول أن يمر بالمهارة بالشطارة، ولكن الكرة لا زالت تغطية دفاعية كانت ممتازة في اللقطة الماضية لدفاعات نادي دهوك. لا زال يواصل صقور الجبال التقدم. الكرة غادرت، رمية تماس. خالد كردوغلي حاول اللحاق بالكرة في اللقطة الماضية ولكنها غادرت. خالد كردوغلي المحترف السوري الذي سبق واللعب للوحدات الأردني، لعب أيضا لنادي الوثبة ونادي تشرين. بالنسبة لخالد الأسماء الموجودة بتشكيلة نادي دهوك، الحديث عن خادم رسول، خالد كردوغلي، كذلك المنذر العلوي، وأيضا لدينا هناك محترف موجود طبعا أصول مغربية ولكن يملك جنسية إنجليزية، ياسين بن الماهاني. ولكن هل الغيابات مؤثرة على تشكيلة نادي دهوك؟ هارون أحمد، حمود مشعان، يوسف بن سودة، بيتر غورغيس وكريم درويش. مرت إلى رمية تماس، رمية جانبية. كرة لمصلحة نادي دهوك، دقيقتين يحتسبها حكم المباراة زيد ثامر كوقت بدل ضائع على نهاية الشوط الأول والجزء الأول من هذه الحكاية بتقدم نادي الكهرباء بهدف. كرة عادت بالخلف من يوسف الإمام إلى سعد ناطق. سعد ناطق يلعب الكرة عالية لعلي مهدي. أحمد عايد لمصلحة نادي الكهرباء، يحاول نادي الكهرباء كسب المزيد من الوقت. الله على لقطة مهارية ممتازة لأحمد عايد. كرة على جهة اليمين، خضر علي يعود الكرة بالخلف، لكن كرة خاطئة عادت لمصلحة صقور الجبال، لمصلحة نادي دهوك. نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل ضائع، ولكن هنا لدينا صافرة مخالفة على روبن أكوا.
لمصلحة نادي دهوك. الكرة الأخيرة لصقور الجبال إذا أراد معادلة النتيجة قبل الذهاب إلى غرف الملابس. هكذا يبحث نادي دهوك من خلال الشوط الأول. هنا كرة اللعب عالية وخطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة ولكن الإبعاد عاد بشكل ممتاز عباس قاسم. كرة كانت أبعدت من أمام محمد داوود، أراد التقاط الكرة ووضعها بالشباك، ولكن الكرة لا زالت من جديد لمصلحة نادي دهوك. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة الحكم زيد ثامر معلنة عن نهاية الشوط الأول بتقدم كهربائي بهدف. أيها الأحبة إن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة. لاعب القوى الجوية السابق منتظر يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، أول هدف أول للأمانة عن طريق ميلاد فلاح. ميلاد يأتي بالأفراح. ميلاد فلاح يأتي بالأفراح. اللاعب يعني الأقدم بالفريق أكثر من 12 موسم مع الأمانة يسجل هدف أول. أمانة بغداد على الميعاد. ميلاد فلاح يأتي بالأفراح جاية من خصم، وبالتالي هدف أول للأمانة، هدف أول لأمانة بغداد بمرمى ديالى. لاعب موسيس بيدرو الانجول الاخر عاليه قريبه داخل منطقه الجزاء. ثاني للامانه عن طريق جبار كريم. ثاني الاهداف في المكان السليم. ثاني لأمانة بغداد. يا جبار كريم 7 أهداف بدورنا. جبار كريم لاحظ التمريرة الرائعة، وجبار ما يكذب خبر بهدف ثاني لأمانة بغداد. حلوة المباراة، رائعة الكرة، جبار يستثمر هذه الكرة، وبالتالي أمانة بغداد منتجين، والإنتاج اللي يتكلم عنه الأهداف بين الساقين لعلي فيصل، وبالتالي 50-50 يتحمل المنتظر ويتحمل حارس المرمى علي فيصل. ثاني الأهداف لأسود العاصمة. أمامية الكرة، الانطلاق الآن من جبار. خطيرة الله ثالث للأمانة، ثالث لأسود العاصمة. منتظر عبد الأمير بهدف جميل، ثالث لأسود العاصمة. والأمانة عالي بالسماء. ثالث لمنتظر عبد الأمير يسجل طبعا الهدف الثالث للأمانة. لكن شوف العمل، الله يا جبار بتمريره. لكن شوف منتظر ثالث الأهداف للأمانة، 3-0 للأمانة. هذا جبار سجل هدف، صنع هدف، ومنتظر الله
على يمين طبعا علي فيصل، صعبة على حارس دياله، مر بشكل جميل، أرضية زاحفة للأمانة بمرمى دياله. 3-0. شوف منتظر طبعا عبد الأمير وصل إلى هدف السادس بدورنا، هو سجل على القاسم. التماس الآن، كرة اللعب دياله لعلي صادق مع اياد عبد فرحان، خطيرة، محاولة مهاوي، النيران الصديقة، وهدف أول لدياله. أعتقد عباس ياسين. النيران الصديقة، لاحظ بالنيران الصديقة حلوة من هاوي، لعب الكرة بشكل رائع، وبالنيران الصديقة عباس ياسين بمرمى فريقه. محاولة الآن، هجوم المرتد والانطلاقة، جبار خطيرة، رابع لأمانة بغداد. هذه المرة الأوزبكي يسجل، طبعا مراد بك يسجل طبعا لنادي أمانة بغداد. الأوزبكي مراد بك بوبو جنوف لأمانة بغداد، رابع الأهداف. لكن شوف جبار الله، بدأت بمراد بيك، أوزبكي لعراقي، لجبار، لأوزبكي، للأمانة. شوف المرور من الأوزبكي، مراد بيك يسجل. لاعب القوى الجوية السابق منتظر يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، أول هدف أول للأمانة عن طريق ميلاد يأتي بالأفراح. ميلاد فلاح يأتي بالأفراح، اللاعب يعني الأقدم بالفريق، أكثر من 12 موسم مع الأمانة يسجل هدف أول. أمانة بغداد على الميعاد. ميلاد فلاح يأتي بالأفراح جاية من خصم، وبالتالي هدف أول لأمانة بغداد بمرمى دياله. لاعب موسيس بيدرو الانجول الاخر، عالية قريبة داخل منطقة الجزاء، ثاني للأمانة عن طريق جبار كريم. ثاني الأهداف في المكان السليم، ثاني لأمانة بغداد. يا جبار كريم، 7 أهداف بدورنا. جبار كريم، لاحظ التمريرة الرائعة، وجبار ما يكذب خبر بهدف ثاني لأمانة بغداد. حلوة المباراة،
رائع الكرة، جبار يستثمر هذه الكرة، وبالتالي أمانة بغداد منتجين، والإنتاج اللي يتكلم عنه الأهداف بين الساقين لعلي فيصل، وبالتالي 50-50 يتحمل المنتظر ويتحمل حارس المرمى علي فيصل. ثاني الأهداف لأسود العاصمة. أمامية الكرة، الانطلاق الآن من جبار، خطيرة 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 خطيرة، الله 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 الله، ثالث 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 للأمانة، ثالث لأسود العاصمة. منتظر عبد الأمير بهدف جميل، ثالث لأسود العاصمة. والأمانة عالي بالسماء، الأمانة عالي بالسماء. ثالث لمنتظر عبد الأمير، يسجل طبعا الهدف الثالث للأمانة. لكن شوف العمل، الله الله، يا جبار بتمريره. لكن شوف منتظر ثالث الأهداف للأمانة، 3-0 للأمانة. هذا جبار سجل هدف، صنع هدف، ومنتظر الله بيبي على يمين طبعا علي فيصل، صعبة على حارس دياله، مر بشكل جميل، أرضية زاحفة للأمانة بمرمى دياله. 3-0. شوف منتظر طبعا عبد الأمير وصل إلى هدف السادس بدورنا، هو سجل على القاسم. التماس الآن، كرة اللعب دياله لعلي صادق مع اياد عبد فرحان، خطيرة، محاولة مهاوي، النيران الصديقة، وهدف أول لعديالة. أعتقد عباس ياسين. النيران الصديقة، لاحظ بالنيران الصديقة، حلوة من هاوي لعب الكرة بشكل رائع. وبالنيران الصديقة عباس ياسين بمرمى فريقه. محاولة الآن، هجوم المرتد والانطلاقة، جبار، خطيرة، رابع لأمانة بغداد. هذه المرة الأوزبكي يسجل، طبعا مراد بيك يسجل طبعا لنادي أمانة بغداد. الأوزبكي مراد بيك بوبو جنوف لأمانة بغداد، رابع الأهداف. لكن شوف جبار، الله، بدأت بمراد بيك، أوزبكي لعراقي، لجبار، لأوزبكي، للأمانة. شوف المرور من الأوزبكي، مراد بيك يسجل. الأقدم بالفريق أكثر من 12 موسم مع الأمانة يسجل هدف أول. أمانة بغداد على الميعاد. ميلاد فلاح يأتي بالأفراح جاية من خصم، وبالتالي هدف أول للأمانة، هدف أول لأمانة بغداد بمرمى دياله. لاعب موسيس
بيدرو الانجول الاخر، عالية قريبة داخل منطقة الجزاء، ثاني 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 للأمانة عن طريق جبار كريم. ثاني الأهداف في المكان السليم، ثاني لأمانة بغداد. يا جبار كريم، 7 أهداف بدورنا. جبار كريم، لاحظ التمريرة الرائعة، وجبار ما يكذب خبر بهدف ثاني لأمانة بغداد. حلوة المباراة، رائعة الكرة، جبار يستثمر هذه الكرة، وبالتالي أمانة بغداد منتجين، والإنتاج اللي يتكلم عنه الأهداف بين الساقين لعلي فيصل، وبالتالي 50-50 يتحمل المنتظر ويتحمل حارس المرمى علي فيصل. ثاني الأهداف لأسود العاصمة. أمامية الكرة، الانطلاق الآن من جبار، خطيرة الله ثالث للأمانة، ثالث لأسود العاصمة. منتظر عبد الأمير بهدف جميل، ثالث لأسود العاصمة. حالة التسديدة، جول! يا عيني على البديل الناجح، يا عيني على زين العابدين بفاصل مهاري، بانطلاقه ومرور واتخاذ القرار، ياتي بتسديده قويه ليضع الميناء في المقدمه باول اهداف المباراه في الدقيقه 56. يضع الفرحه على كل محيا، على محيا جماهير الميناء. شوف الانطلاق، عيد يا مخرج، خلينا نشوف من البدايه. حسين عبد الواحد اي تاخير اجراء، اي قراءه للموقف اجرت. الرقصه المينائيه الحاضره في مدرجات ملعب الميناء الاولمبي، اي تغيير ناجح يجري السيد حسين عبد الواحد، اللي اخرج مهند عبد الرحيم واشترك زين العابدين بفتره بين الشوطين. وهذا المرور، هذه الانطلاقه، هذا اتخاذ القرار بالشباك، يا عيني على التسديده، يضعها بقوه على يسار حارس المرمى اللي هو عمران زكي، اللي كان صامدا في الشوط الأول، لكن البديل من أول كرة، من أول تسديدة، من أول اختبار يأتي بأول الأهداف. عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان لأحداث الشوط الثاني لمن التحق بنا الآن. الشوط الأول انتهى بتقدم نادي الكهرباء بهدف عن طريق يانيك زاكري بعرضية كانت ولا أروع ولا أجمل لنهاد محمد، وأتقنها بشباك مرمى نادي دهوك. هكذا انتهى الشوط الأول بين الفريقين، بين نادي دهوك ونادي الكهرباء. الشوط الثاني نتوقع ونتأمل أن يكون مختلف عما شاهدناه في الشوط الأول لكلا الفريقين، بالنسبة لنادي دهوك وكذلك بالنسبة لنادي الكهرباء. هنا تبديل خالد كردوغلي يغادر، بينما يشترك بهذه اللحظات بتشكيلة نادي دهوك مصطفى نواف. التبديل الأول، الورقة الأولى لكتيبة المدرب أحمد خلف من خلال الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء يحاول من خلال الشوط الثاني من تعزيز هذا التقدم وتأمين هذه النتيجة والفوز وتحقيق الانتصار من خلال هذه المباراة، بينما نادي دهوك يحاول أن لا يخسر هذه المباراة هنا في ملعبه، لا يريد أن يخسر
في هذه المواجهة. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، الكهرباء بحاجة إلى الفوز، بحاجة إلى الانتصار. كرة من جديد لمصلحة نادي الكهرباء، تمريرات، محاولة السيطرة على الكرة، محاولة يعني السيطرة على الكرة من خلال نقل الكرات من اليمين واليسار، كذلك الحفاظ على نتيجة المباراة، وكذلك أيضا امتصاص يعني حماس لاعبي نادي دهوك مع بداية الشوط الثاني. كرة مرت وغادرت إلى يوسف الإمام، يعود الكرة بالخلف من جديد، خادم رسول لمصلحة نادي دهوك، عادت في وسط الميدان للأمام. يا سلام، هذه فرصة، محاولة لمصلحة صقور الجبال بكرة عرضية، ولكن مرت من هناك إلى ركنية بتغطية كانت ممتازة عن طريق سوميلا واتارا في اللقطة الماضية، المحترف البوركيني. غادرت بالتالي إلى ركنية. أحمد عادل على تنفيذ هذه الركلة الركنية. يحاول نادي دهوك من خلال الشوط الثاني على معادلة النتيجة، وكذلك بالنسبة للجماهير التي تشاهد المباراة وتنتظر نتيجة إيجابية. بالنسبة لنادي دهوك هنا ركنية بهذه اللحظات. أحمد عادل يبحث عن معادلة النتيجة. يا أحمد عادل، ركنية لمصلحة القمصان الصفراء لصقور الجبال. كلام التوجيهات مستمرة بين الكابتن زيد ثامر وكذلك خضر علي، بينما لدينا هنا ركنية لمصلحة نادي دهوك. كرة اللعب عالية، ولكن مرت على الجميع وغادرت إلى رمية تماس، رمية جانبية. كرة كانت طويلة أكثر من اللازم، كانت تفتقد إلى الدقة في اللقطة الماضية، وبالتالي غادرت إلى رمية تماس بهذه اللحظات. حديث عن بالنسبة لنادي الكهرباء، نادي الكهرباء من بين الأندية الأقل تعادلا في هذا الموسم، كذلك مع نادي القاسم، ان النادي الكهرباء تعادل ب5 مباريات تعادل، كذلك نادي القاسم، لكن النجف هو الأقل لأنه تعادل في 4 مباريات. أقل أندية تعادل هو نادي النجف 4 تعادلات، ولكن من الأكثر تعادل في هذا الموسم هو نادي الزوراء ب15 تعادل. 15 تعادل لنادي الزوراء في هذا الموسم لغاية الآن، هو الأكثر تعادل، بينما نادي القرمة ب14 تعادل. كذا هي الفرق التي هي الأكثر تعادل والأقل أيضا من خلال هذا الموسم. هنا صافرة لمصلحة البديل، في اللقطة الماضية كانت لمصطفى نواف. كرة بالراس لمصلحة نادي الكهرباء في وسط الملعب، يغير الاتجاه لمصلحة خضر علي، لمصلحة الكهرباء. تحضير بشكل ممتاز، كرة أمامية، روبن أكوا، هذه كرة خطيرة، ولكن الله على خادم رسول بشكل ممتاز في اللقطة الماضية. هذا السنغالي الذي سبق واللعب ليوتي إيراد الروماني. كرة من جديد لمصلحة نادي الكهرباء، يعني يانيك زاكري اليوم سجل في مرمى نادي دهوك، ويانيك زاكري هو سبق واللعب بقمصان صقور الجبال، يعني اليوم هذا الواضح في الصورة، يانيك زاكري يسجل في مرمى فريقه السابق. سجل يانيك زاكري هدف التقدم من خلال الشوط الأول، كانت عرضية مثالية وأتقنها بنجاح وبفن زاكري في شباك نادي دهوك. لكن صقور الجبال الشوط الثاني يحاولون أن يكون شوط مختلف عما شاهدناه من خلال الشوط الأول. هذه كرة والإبعاد، كرة لا زالت على جهة اليسار لمصلحة الكهرباء. مناولات، محاولة السيطرة على المباراة، السيطرة على الكرة، محاولة أيضا مفاجأة نادي دهوك من خلال هكذا كرات، كما سجل نادي الكهرباء الهدف في الشوط الأول بكرة كانت مفاجأة. اللعب على الهجمات المعاكسة التي يبحث عنها نادي الكهرباء لتدوين الأهداف وتحقيق الفوز والانتصار من خلال هذه المباراة.
هنا الكابتن أحمد خلف أيضا خبرة في الدوري بالنسبة للرجل أحمد خلف الذي سبق وأن درب نادي دهوك أيضا، نادي دهوك كذلك نادي القرمة الطلبة، وجاء خلفا للكابتن غني شهد بالنسبة لأحمد خلف الذي يقود نادي دهوك حاليا. كرة من جديد بشكل ممتاز يا خادم رسول، هذه كرة أمامية لصقور الجبال، القمصان الصفراء تتقدم، القمصان الصفراء تحاول، يا سلام تحضير فرصة التعادل هذه، الله الله على كرة جميلة جدا من سجاد خليل، والإبعاد الإبعاد تدخل وإنقاذ بكرة كانت خطيرة جدا، لكن الله 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 على التحضير، الله على التحضير، كرات جميلة 1-2 تفاهم وانسجام وتناغم بين اللاعبين نادي دهوك، وفي الأخير مرت إلى ركنية. تفاهم ممتاز في اللقطة الماضية كادت أن تأتي بالفرحة لجمهور صقور الجبال. لدينا ركنية بهذه اللحظات لمصلحة نادي دهوك. هسه نشاهد هدف التعادل من خلال هذا الشوط، ولكن كالعادة سجاد خليل يبعد اللقطة، يبعد الكرة الماضية. لا زال نادي دهوك يبحث بهذه اللحظات كرة عرضية وخطيرة، ولكن سجاد كالعادة سجاد يتألق في اللقطة الماضية. لا زال نادي الكهرباء من خلال هكذا كرات الهجوم المعاكس والارتداد السريع ومفاجأة نادي دهوك من خلال هكذا كرات. هذا زاكري يحصل على مخالفة صافرة موجودة على سعد ناطق، مخالفة لمصلحة زاكري الإيفواري. يعني زاكري شوفوا هذه اللقطة الماضية بينه وبين سعد ناطق، وبالتالي نطقت صافرة الحكم زيد ثامر بمخالفة لمصلحة برتقال العاصمة الكهرباء. هذه كرة اللعب عالية خطيرة بالراس، الله 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 يا عباس قاسم ينفذ الآن دور المهاجمين. لاحظ هذه الكرة العرضية وهذه الرأسية، ولكن صدت في العارضة في اللقطة الماضية، وأيضا يبدو فيها حالة تسلل كانت على عباس قاسم. الله 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 هذه رأسية مهاجم، هذه رأسية مهاجم وليست رأسية مدافع. في اللقطة الماضية كانت خطيرة للكهرباء، كان بالإمكان من تسجيل الهدف الثاني بالنسبة لبرتقال العاصمة. فرصة الهدف الثاني كانت قريبة، الكرة لا زالت لمصلحة نادي دهوك، الكرة عادت بالخلف، تمريرات. يخشى نادي دهوك من استقبال الهدف الثاني من خلال هكذا كرات، يعني الكرات المعاكسة، ويتقنها نادي الكهرباء من خلال هذه المباراة. هنا صافرة مخالفة، هذه المرة البطاقة الصفراء ترفع على الزاكري، على يانيك زاكري البطاقة الصفراء. شاهدنا طبعا البطاقة الصفراء كانت على صفاء هادي، الآن على زاكري يحصل على البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. حكم زيد ثامر. كرة لمصلحة نادي دهوك. نادي دهوك تعادل سلبيا 3 مرات، هذه كرة لا زالت خطيرة لمصلحة صقور الجبال، هذه فرصة لمعادلة النتيجة، ولكن الإبعاد. الكرة لا زالت هنا بالراس والإبعاد، الكرة لا زالت من هناك لمصلحة نادي الكهرباء. هنا ارتداد سريع وهجوم معاكس وسريع وخطيرة لمصلحة الكهرباء للهدف الثاني. يا سلام هذه فرصة الجول، الله 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 كيف ضاعت هذه، لقطة غريبة، هذه فرصة عجيبة، وانزعاج من الكابتن حسن أحمد على إضاعة فرصة الهدف الثاني كانت لكن الله 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 الله
الله عليك يا نهاد محمد، مر وانطلق من أمام الجميع، وصل لحارس المرمى، وفرصة الهدف الثاني كيف ضاعت؟ فرصة هدف ضاعت بغرابة، ضاعت بأعجوبة لمصلحة نادي الكهرباء. يعني إن لم تسجل عليك باستقبال الأهداف، وهذا ما يخشاه الكابتن حسن أحمد من خلال إضاعة اللقطة الماضية. فرصة الهدف، هدف ثاني يا أحمد عايد، يا أحمد، هذه فرصة الهدف الثاني، فرصة النقاط الثلاثة، فرصة الانتصار، ولكن ضاعت. وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل هذه الفرصة، أنه نادي الكهرباء يلعب على الكرات المباغتة، الكرات المعاكسة. هو متقدم بهدف، يحاول أن يعود للخلف، يؤمن على الخط الخلفي، ولكن يلعب مثل هكذا كرات لتدوين الهدف الثاني. ولكن لا شك لم تسجل عليك باستقبال الأهداف، وهذا ما يخشاه طبعا الكابتن حسن أحمد، وهذا ما هو معروف وموجود في عالم كرة القدم. كرة من جديد لمصلحة نادي الكهرباء، الكرة عادت بالخلف، الكرة أمامية بالراس، ولكن الكرة قطعت. هذه فرصة للكهرباء، تسديدة بعيدة تماما إلى خارج أرضية الميدان. تتحدث عن نادي دهوك الذي تعادل سلبيا 3 مرات في هذا الموسم، 3 مرات نادي دهوك تعادل سلبيا في هذا الموسم. تعادل أمام النفط مع الزوراء، كذلك مع الموصل، وبينما نادي الكهرباء تعادل سلبيا مرة واحدة في هذا الموسم، تعادل مع أربيل. نعم، مع أربيل في الجولة الثالثة تعادل سلبي، ولكن اليوم الأهداف حاضرة، لا تعادل سلبي، وربما هناك أهداف أكثر قادمة من خلال الدقائق القادمة من هذه المباراة. هنا أحمد عايد، فرصة هدف قد لا تتكرر بهذه السهولة. بعض الفرص تسجل الصعبة والسهلة تهدر. كرة لمصلحة الكهرباء، خضر علي، أحمد عايد، خضر، تمريرات، حاولت السيطرة على الكرة، كسب استحواذ من خلال الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة في وسط الملعب، هذا زاكري يحصل على مخالفة، والبطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء تظهر على أحمد عادل في هذه اللحظات، هي البطاقة الصفراء الثانية على لاعبي نادي دهوك. بينه وبين زاكري هل هو انخفاض في المستوى البدني؟ كرة لمصلحة نادي دهوك، كرة على جهة اليسار. نادي دهوك لقب دوري 2009-2010. نعم، البطاقة الصفراء كما هي واضحة، بطاقتين على دهوك وبطاقة واحدة على الكهرباء كانت من نصيب زاكري. كرة مرت من سياب بنت عقيد إلى أحمد عادل في وسط الميدان، خادم رسول على جهة اليسار من يوسف الإمام، فرصة لمصلحة صقور الجبال، هذه كرة خطيرة، فرصة الجول لا زالت خطيرة، وفي الأخير مرت إلى ركنية لمصلحة نادي دهوك. 60 دقيقة، ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. لاحظ هذه اللقطة الماضية لداود، محمد داود مع كذلك مصطفى نواف. هنا لدينا ركنية بهذه اللحظات، هي الثالثة لدهوك، بينما ركنية واحدة للكهرباء. دهوك يصل لكن يبحث عن اللمسة الأخيرة، ولكن مرت هذه كرة لسعد ناطق، هذا ينطق بالفرحة والبهجة لمشاهدي جمهور نادي دهوك.
ولكن في الأخير مرت وغادرت ركلة مرمى لمصلحة علي خالد. ساعة مرت من عمر هذه المباراة، تقدم كهربائي وفرص ضائعة لبرتقال العاصمة. كرة اللعب عالية بالراس، كرة من جديد على يسار نادي الكهرباء، حاولت التقدم، تقدم كهربائي بهدف. لا زال لغاية الآن نادي الكهرباء حصل على 6 نقاط كسبها بقرار اتحادي في هذا الموسم. يعني نادي الكهرباء لديه 38 نقطة، 6 نقاط من هذه ال 38 كسبها بقرار اتحادي. نعم، كسب مباراة بقرار اتحادي من أمام نادي القاسم في الجولة الثامنة، وكسب مباراة بقرار اتحادي من أمام نادي النجف. كرة عادت بالخلف، ويعني للصدفة كلا الفريقين الذي يعني كسب من خلالها نادي الكهرباء هذه كرة خطيرة للأمام، ولكن وصلت عند حارس المرمى. كلا الفريقين الذي كسب نادي الكهرباء من أمامهم النقاط يعني هبطوا إلى الدور الممتاز بالنسبة للقاسم وكذلك النجف. كرة من جديد، غادرت رمية تماس لمصلحة نادي دهوك. سيبحث ويحاول نادي دهوك من خلال الشوط الثاني على العودة للمباراة ومعادلة الكفة، رغم أنه صعوبة الأمر لا شك في ذلك. نادي دهوك حقق لقب الدوري موسم 2009-2010، كذلك هو في الموسم الماضي المركز السابع ب57 نقطة، الموسم الماضي المركز السابع. لكن في هذا الموسم لغاية الآن أو لغاية قبل هذه المباراة نادي دهوك بالمركز العاشر ب50 نقطة، بينما الموسم الماضي 57 نقطة. كرة للأمام لمصلحة نادي دهوك على جهة اليمين، لعب كرة عرضية وعالية ولكن بالراس والإبعاد. الكرة لا زالت دهوك لا زال يحاول يبحث يريد معادلة النتيجة من خلال هكذا كرات خلال هذه الفرص، ولكن لا زال نادي الكهرباء ناجح من خلال التغطيات الدفاعية. لكن لدينا فرصة مثل هكذا كرات يبحث نادي الكهرباء عن تسجيل الهدف الثاني، ولكن خادم رسول يخطفها من أمام أحمد عايد وينطلق بها إلى الأمام بحثا عن شيء جديد لمصلحة صقور الجبال. كرة لمصلحة نادي دهوك، هناك لاعب يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي الكهرباء. طبعا نادي دهوك حافظ على شباكة نظيفة ب 12 مباراة هذا الموسم، 12 مباراة نادي دهوك كانت شباكة نظيفة خالية من الأهداف في هذا الموسم، بينما نادي الكهرباء 9 مباريات شباكة نظيفة خالية من الأهداف. آخرها طبعا كانت مباراة في الجولة 35 والفوز على نادي أمانة بغداد بهدف نظيف، بينما آخر مباراة بالنسبة لنادي دهوك كانت شباكة نظيفة كانت في الجولة 26. في الجولة 26 كان نادي دهوك شباكة نظيفة بعد الفوز على نادي الطلبة بهدف نظيف. يعني في منذ الجولة 26 لغاية الجولة الماضية نادي دهوك يستقبل أهداف.
هذه أيضا مشكلة دفاعية. كذلك الحال بالنسبة لنادي الكهرباء، يعني صح هو الشباك نظيفة كانت في الجولة 35 من أمام نادي أمانة بغداد بنتيجة 1-0، ولكن يعني لو لم نحسب مباراة النجف التي انتهت بقرار اتحاد لنادي الكهرباء، نادي الكهرباء كانت شباكة نظيفة آخر مرة في الجولة 27 من أمام نادي الميناء بعد الفوز بنتيجة 2-0، ولكن اليوم لا زال الكهرباء شباكة نظيفة، هو 9 مباريات شباكة نظيفة. هل سيلعب اليوم مباراة العاشرة والشباك خالية من الأهداف؟ لازلنا أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وفي هذه الجولة 37 دوك أمام نادي الكهرباء. صافرة من جديد لمصلحة نادي الكهرباء، كرة اللعب عالية على جهة اليمين، برتقالي العاصمة متقدم بهدف، يريد تثبيت هذا الانتصار من خلال هذه المباراة. كرة على جهة اليسار من جديد، الكهرباء لا زال يبحث، يحاول صناعة فرصة جديدة، يعود الكرة بالخلف، يغير الاتجاه على جهة اليمين من هناك، ولكن هناك صافرة، الصافرة موجودة، المخالفة بهذه اللحظات على يوسف الإمام في اللقطة الماضية. هنا تبديل، حسن عماد سيشترك بهذه اللحظات بتشكيلة صقور الجبال، ويغادر محمد داوود، يغادر محمد داوود، يشترك حسن عماد بهذه اللحظات بتشكيلة نادي دهوك. هنا تبديل آخر بتشكيلة منتظر محمد، يشترك بهذه اللحظات بتشكيلة نادي دهوك. كرة من جديد لمصلحة صقور الجبال، منتظر عند الكرة يتقدم للأمام بحثا عن هدف التعادل. هذه كرة خطيرة ولكن مرت، يعني الورقة الثالثة التي يدفع بها المدرب أحمد خلف لتعديل المسار، لتغيير واقع المباراة، ولكن لا زالت النتيجة كما هي. بالمناسبة الكهرباء لم يجري تبديل لغاية الآن بالنسبة لتشكيلة الكابتن حسن أحمد، الرضا على النتيجة. هنا رمية تماس لمصلحة نادي الكهرباء، عباس عدنان، كرة بالراس، لا زالت هنا تحضير بشكل ممتاز. التعادل السلبي لا زال هناك حاضر بين نادي القرمة ونادي ديالى، بينما هنا تقدم كهربائي بهدف، وهناك تقدم لنادي الغراف بهدفين لهدف. هناك لاعب يشكو من إصابة. نادي الكهرباء يحقق الفوز في مباراة اليوم سيكون ب41 نقطة، هنا بطاقة صفراء على البديل. مصطفى نواف يتلقى بطاقة صفراء بهذه اللحظات. شوف هذه اللقطة الماضية، هي البطاقة الصفراء الثالثة على لاعبي دهوك في هذا اللقاء.
لغاية الآن الكهرباء في حالة الفوز حسب النتائج الحالية سيصل إلى المركز 15 ب 41 نقطة. طبعا أيضا لدينا في مباريات هذا اليوم نادي نوروز سيواجه نادي الموصل، كذلك لدينا الزوراء سيواجه نادي النفط. بعد هذه المباريات كرة أمامية لا زالت، عادت من جديد لمصلحة نادي الكهرباء، كرة لعبت أمامية، لا زال يبحث صقور الجبال، كرات بالراس غير مستقرة بين هذا وذاك، منتظر عند الكرة يحاول ولكن لا زالت من جديد لمصلحة نادي الكهرباء. كرة أمامية يانيك زاكري في حركة جميلة يحاول أن يحافظ على هذه الكرة، كرة لا زالت لم تغادر، عادت لمصلحة صقور الجبال لمصلحة نادي دهوك. كرة على جهة اليمين عن طريق حسن عماد، يعود الكرة بالخلف أحمد عادل، تمريرات صفاء هادي منتظر، يا سلام يحاول في اللقطة الماضية ولكن كرة قطعت، عادت لمصلحة نادي الكهرباء من سجاد خليل، يلعب الكرة عالية، مرت وغادرت إلى رمية تماس. آخر مباراتين لعبهما نادي دهوك في ملعبه فاز فيهما. نعم، حديث عن المباريات، هذه كرة لا زالت خطيرة للأمام ولكن الدفاع والحضور في اللقطة الماضية. نادي دهوك آخر مباراتين لعبها هنا في دهوك، فاز على القاسم وفاز على نفط ميسان، بينما الكهرباء آخر قدوم للشمال تعادل مع أربيل بهدفين لهدفين، وقبلها كانت من أمام زاخو، والخسارة أمام زاخو بنتيجة 2-1 كانت في الجولة 30، وقبلها أيضا كانت من أمام نوروز في الجولة الأولى في افتتاح الدوري، خسر أيضا نادي الكهرباء بنتيجة 3-2. هذا آخر قدوم المباريات التي لعبها نادي الكهرباء في شمالنا الحبيب. كرة على جهة اليمين لمصلحة نادي دهوك، متشابد عقيد إلى منتظر، كرة من جديد لا زالت، عادت للاعبي نادي الكهرباء، كرة أمامية هنا صافرة مخالفة في هذه اللحظات. دهوك بما أنه نادي دهوك لا زال غائب عن التهديف لغاية الآن، نادي دهوك غاب عن التهديف في 8 مباريات في هذا الموسم، 8 مباريات نادي دهوك لم يسجل فيها في هذا الموسم، ولكن هل سيسجل من خلال هذا الشوط، من خلال آخر ربع ساعة متبقية من الوقت الأصلي من هذه المباراة؟ صافرة مخالفة، دهوك غاب عن التهديف في 8 مباريات في هذا الموسم، بينما نادي الكهرباء غاب عن التهديف في 11 مباراة لم يسجل فيها في هذا الموسم، لكن اليوم سجل. ولدينا تبديل، أمير أياد وزاكري، سيغادر صاحب الهدف يانيك زاكري، وهذه لقطة الهدف، لاحظ هذه الكرة العرضية وهذا زاكري، الله الله على كرة عرضية ورأسية كانت ولا أجمل ولا أروع، عانقت الشباك عناقا حارا يا زاكري، سجل في اللقطة الماضية هدف لمصلحة برتقال العاصمة، هو صاحب الهدف، يغادر زاكري ويشترك أمير أياد. التبديل الأول بتشكيلة وكتيبة السيد حسن أحمد. كرة لمصلحة نادي الكهرباء، أو عفوا لمصلحة نادي دهوك على جهة اليسار، منتظر
عند الكرة. يا سلام، تبادل كروي وتفاهم وانسجام وتناغم وكرة عرضية خطيرة، فرصة للتعادل، ولكن لا زالت التغطية ناجحة. الحضور الدفاعي، التركيز للاعبي نادي الكهرباء. يلعب الكرة عالية، عادت في وسط الميدان لمصلحة نادي دهوك. كرة عادت بالخلف من جديد. دهوك الذي غاب عن التهديف في 8 مباريات في هذا الموسم لا زال غائب عن تسجيل الأهداف من خلال هذا اللقاء. كرة لمصلحة دهوك، يلعب الكرة عالية، هنا تحضير وفرصة خطيرة لا زالت هنا لمصلحة صقور الجبال. الله، لا زالت فرصة جول. ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة صقور الجبال. كنت أتحدث أنه دهوك غاب عن التهديف في 8 مباريات في هذا الموسم. جاءت ركلة الجزاء لمصلحة حسن عماد بهذه اللحظات، لمصلحة صقور الجبال، لمصلحة نادي دهوك. فرصة لمعادلة النتيجة من خلال ركلة الجزاء. نعم، ركلة جزاء، ركلة جزاء. بالنسبة لعباس قاسم غير راضي على نفسه، الخبرة الطويلة في الدوري، لكن مع ذلك ركلة جزاء لمصلحة نادي الكهرباء. تشيكينج، بنالتي، التأكيد، المتابعة، التدقيق وفحص للحالة الماضية ما إذا كانت فيها ركلة جزاء أو لا. بالنسبة للحكام المتواجدين في غرفة الفار، فيد كريم وحامد علي. لاحظ هذه اللقطة الماضية اللي كانت لحسن عماد من أمام عباس قاسم، وبالتالي ركلة جزاء. لاحظ بالنسبة لحسن عماد أراد أن يسدد، ولكن في الأخير حكم مباراة أشار بوجود ركلة جزاء. هنا تبديل، ياسين بن الماهاني سيشترك بهذه اللحظات بتشكيلة صقور الجبال. ياسين بن الماهاني بتشكيلة نادي دهوك سيشترك، ولكن ركلة جزاء. فرصة لصقور الجبال للتحليق في سماء نجوم العراق من خلال ركلة الجزاء لمصلحة نادي دهوك. المنذر العلوي يغادر، يشترك يوسف أو ياسين بن الماهاني. ياسين بن ماهاني سيشترك بهذه اللحظات. طبعا ياسين بن ماهاني من أصول مغربية، ولكن هو يملك أيضا الجنسية الإنجليزية. ركلة جزاء بهذه اللحظات. سيابند عقيد الكابتن والقائد، وقت الشدائد يظهر القائد لينفذ ركلة الجزاء لإنقاذ نادي دهوك من الخسارة في مباراة اليوم. هو سيابند عقيد. فرصة للتعادل، فرصة للتعديل. يا عقيد، جول، جول لصقور الجبال. سيابند عقيد يحلق بصقور الجبال هنا في سماء نجوم العراق. هدف التعادل يأتي لمصلحة نادي دهوك، يسجل عن طريق القائد وقت الشدائد يظهر في المكان والزمان في الوقت المناسب. يسجل عقيد بهذه الطريقة بهذا الشكل. الحارس في جهة والكرة في جهة، ودهوك 1-1، ولا واحد أفضل من واحد. من خلال هدف التعادل يسجل سيابند عقيد هدف التعادل. عقيد يدون ويسجل التعديل من خلال اللقطة الماضية. 1-1، ولا واحد أفضل من واحد. ونلعب في الدقائق 10 الأخيرة
من هذه المباراة. الكهرباء سيحاول، الكهرباء فرصة، والحارس يتألق، الحارس يتعملق، وماذا ركلة جزاء، ركلة جزاء بهذه اللحظات. هو يا سيناريو، يا له من سيناريو. هكذا أشار حكم المباراة بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي الكهرباء. ركلة جزاء سجلت لدهوك، جاءت ركلة جزاء لمصلحة برتقال العاصمة بهذه اللحظات. فرصة للهدف الثاني، وتقنية الفار تتدخل الآن، المتابعة والتدقيق لمشاهدة الحالة أكثر من مرة، ما إذا كانت فيها ركلة جزاء أو لا. ولكن حارس هنا تألق وتصدى ببسالة، ولكن هناك قرار من حكم المباراة بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي الكهرباء. سيشترك منتظر رحيم، منتظر رحيم نعم يشترك، يغادر عباس عدنان. ركلة الجزاء، هكذا أشار حكم المباراة زيد ثامر معلنا عن ركلة جزاء لمصلحة برتقالي العاصمة. لم تسجل، عليك باستقبال الأهداف. استقبل نادي الكهرباء هدف، والآن نادي الكهرباء يحصل على ركلة جزاء، وحكم المباراة يذهب بنفسه لمشاهدة الحالة بنفسه، لمشاهدة الحالة، للمتابعة. مثل هكذا حالات مهمة، وبالتالي ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة زيد ثامر لمصلحة نادي الكهرباء. أمير رياد البديل اشترك لكي يفعل الشيء الجديد لكتيبة المدرب حسن أحمد في اللقطة الماضية، وبالتالي نشاهد ونتابع. يبقى القرار لدى حكم المباراة ما إذا كانت فيها ركلة جزاء أو لا. ركلة جزاء بتوقيت مهم بالنسبة لنادي الكهرباء الذي هو بحاجة إلى انتصار. حكم المباراة يشاهد الحالة أكثر من مرة، وسيعطينا القرار بعدما شاهد الحالة. القرار حكم المباراة ماذا يشير؟ لا وجود إلى ركلة جزاء. حكم المباراة بعد مشاهدته للحالة يلغي وجود ركلة جزاء. نعم يلغي الحكم المباراة لا وجود إلى ركلة جزاء في اللقطة الماضية اللي كانت لأمير أياد. بالتأكيد يبقى في برنامج أنت الحكم الذي يعرض كل الحالات التحكيمية. هكذا أشار حكم المباراة زيد ثامر في اللقطة الماضية بإلغاء ركلة الجزاء. التعادل 1-1، نو بنالتي. كرة لمصلحة نادي دهوك، الكرة عادت بالخلف في وسط الميدان. أحمد عادل، يعني نادي الكهرباء كانت لديه فرصة لتدوين الهدف الثاني، فرصة التي أضاعها طبعا يعني أحمد عايد، فرصة كانت لا تتكرر. لكن هكذا هو عالم كرة القدم، إن لم تسجل عليك باستقبال الأهداف. طبعا الموسم الماضي مباراة الذهاب هنا انتهت بتعادل سلبي. الموسم الماضي مباراة الذهاب انتهت بتعادل سلبي هنا في هذا الملعب، بينما مباراة الإياب كانت في بغداد وفاز الكهرباء في تلك المباراة بهدف منتظر عادل. الموسم الماضي مباراة الإياب فاز الكهرباء، لكن الآن تبديل. أوستين آموتو سيشترك بهذه اللحظات بتشكيلة نادي الكهرباء، يغادر روبن آكوا ويشترك أوستين آموتو النسر النيجيري، يبحث عن تحليق هنا في قلعة الشمال. أوستين آموتو
يشترك بهذه اللحظات. الآن يبحث الكابتن حسن أحمد عن تحقيق الفوز من خلال هذه المباراة. لا شك في ذلك، مباراة ونقاط ثمينة جدا للكهرباء لو حصلت، وهو بحاجة إلى الانتصار. الكل لا يريد يعني خوض مباريات الملحق أو مباريات البلاي أوف. هنا السيد أحمد خلف، التوجيهات مستمرة عن هذه المباراة في آخر 4 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة، وهناك وقت بدل ضائع ربما أيضا سيكون طويل. نادي الكهرباء في آخر 4 مواجهات لعبها في هذا الموسم فوزين وتعادلين، وكذلك الحال بالنسبة لنادي دهوك. آخر 4 مباريات لعبها نادي دهوك أيضا فوزين وتعادلين. هذا هدف التعادل الذي سجله سيابند عقيد من جديد، هدف التعديل عن طريق القائد ظهر وقت الشدائد، وعاد بدهوك إلى معادلة النتيجة ومعادلة الكفة. كرة لمصلحة نادي دهوك على جهة اليسار، كرة أمامية، التعادل 1-1 لا زال. أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، هل يتمكن نادي دهوك من مفاجأة نادي الكهرباء وتسجيل الهدف الثاني؟ نشاهد ونتابع. أم بالنسبة لنادي الكهرباء الذي أيضا يبحث عن هدف ثاني، هل هناك هدف قادم لأحد الفريقين؟ نشاهد ونتابع، نشاهد ونتابع في أحداث هذه المباراة. لا شك في ذلك، الوقت صعب جدا لكلا الفريقين. كلا الفريقين لا يريدون طبعا الخسارة، خاصة بالنسبة للكهرباء. تعادل أفضل من خسارة النقطة من هذه المباراة. نعم، الطموح موجود لبرتقالي العاصمة. طبعا كلا الفريقين بدأوا الدوري بخسارتين. نادي دهوك بدأ الدوري أمام القرمة بخسارة 1-0، بعد ذلك من أمام الشرطة 2-0. كذلك بالنسبة للكهرباء، خسر من أمام نوروز في الجولة الأولى 3-2، بعد ذلك خسر من أمام الغراف 3-1. كرة اللعب عالية، لا زالت من جديد لمصلحة الكهرباء. الفرصة، المتابعة، الطموح، الأمل على تسجيل الهدف الثاني بالنسبة للاعبي نادي الكهرباء. السلامة إن شاء الله للاعب نادي الكهرباء، بالسلامة، يشكو من إصابة. هنا نهاد نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من هذه هي المباراة. الدقيقة الأخيرة، الكابتن حسن أحمد نقاش والحوار على هذه المباراة. الجولة الختامية، الجولة القادمة، نادي دهوك سيكون ضيفا على نادي دياله، بينما نادي الكهرباء سيستضيف نادي القرم. أيضا مواجهات صعبة بالنسبة للكهرباء. المواجهة القادمة سيستضيف نادي القرم، بينما نادي دهوك سيكون ضيفا على نادي دياله. 7 دقائق يضيفها حكم المباراة زيد ثامر كوقت بدل ضائع على نهاية هذا اللقاء. هذه اللقطة الماضية التي كانت
لنهاد، وهنا زاكري صاحب الهدف الأول للكهرباء. بعد ذلك عدل النتيجة عن طريق سيابند عقيد من ركلة جزاء. كابتن حسن أحمد نظر على هذه المباراة. بالنسبة لحسن أحمد اللي حقق وصافة الدوري في موسم 2016-2017 مع نادي النفط، بالتالي خبرة كبيرة لهذا الرجل. أيضا طبعا دور ال16 في البطولة العربية اللي كان هو مدرب مع نادي النفط دور 16، وأيضا الخروج من أمام الهلال السعودي. خروج من أمام الهلال السعودي، لكن هو قدم مباريات كبيرة مع نادي النفط، وصافة الدوري العراقي، أيضا درب أندية أخرى، درب نادي الصناعة، نادي أربيل، نادي الكهرباء، نفط ميسان، الكرخ، النفط، النجف، كربلاء، الميناء. جاء خلفا للكابتن أحمد عبد الجبار، وأيضا هو درب نفط ميسان هذا الموسم. ربما سنلعب حتى الدقيقة 99. كرة غادرت، رمية تماس لمصلحة نادي الكهرباء. كرة من جديد، كرة اللعب أمامية. نادي دهوك الذي حقق أيضا لقب الدوري 2009-2010، وأيضا بطولة كأس العراق 2024-2025، أيضا أبطال الخليج 2025. وأيضا بالنسبة لدهوك كانت له مشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. هنا صافرة، مخالفة بهذه اللحظات. الكهرباء يحتاج الفوز. المباريات الأخيرة، آخر مباراتين، هذه المباراة القابلة الأخيرة، وهناك جولة قادمة ختامية، وهذه خطيرة بالراس، فرصة جول، فرصة جول، هدف ثاني يأتي للكهرباء. يا له من سيناريو، يا لها من مباراة بالنسبة للكهرباء. هدف ثاني يسجل لمصلحة برتقاليا العاصمة، الهدف الثاني، هدف ثاني يسجل بهذه اللحظات. يا له من سيناريو يا علي مهدي. 2-1 يسجل بهذه اللحظات للكهرباء. لا يريدون لعب مباراة البلاي اوف، هكذا يسجل نادي الكهرباء الهدف الثاني. هدف ثاني يسجل لمصلحة نادي الكهرباء في ملعب دهوك أمام صقور الجبال، مرة أولى وثانية في الشباك. 2-1 تسجل بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء الهدف الثاني، وفرحة كل لاعبي نادي دهوك وفرحة علي مهدي بهذا الهدف، بهذه الفرحة، بفرحة كبيرة. وأيضا ننتظر الحكم المباراة، خلاص احتسب الهدف، يسجل لمصلحة نادي الكهرباء 2-1، هدفين مقابل هدف. البطاقة الصفراء أيضا بهذه اللحظات على أموتو، حصل على البطاقة الصفراء نادي دهوك صقور الجبال. سجلوا التعادل. نعم، أوستين أوموتو هو من حصل على البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية. الكرة من جديد، صافرة، مخالفة
لمصلحة نادي الكهرباء. شوف هذه اللقطة الماضية، أوستن أموتو. نادي الكهرباء في حالة الفوز اليوم سيصل إلى النقطة 41. هذه أمانة بغداد مركز 34. كرة من جديد، هذه كرة أمامية ولكن مرت أمانة بغداد. أزال متأخر بنتيجة 3-1. نتيجة 3-1 بالنسبة لأمانة بغداد. كرة من جديد، في حالة هذه النتائج أمانة بغداد سيبقى في المركز 18 في حالة خسارة أمانة بغداد في هذه المباراة في هذا اليوم. كرة من جديد، سيكون الفارق 6 نقاط بينه وبين نادي نفط ميسان اللي عنده 40 نقطة. 6 نقاط ومتبقية جولة أخيرة، ولكن الحارس يتصدى. بهذه النتيجة أمانة بغداد سيكون بالمركز 18 من المباراة الأخيرة. حتى لو فوز أمانة بغداد سيكون في النقطة 37، بينما نفط ميسان لم يلعب لغاية الآن وهو عند النقطة 40. هذه النتيجة أمانة بغداد سيكون بالمركز 18. نعم، هو من سيلعب البلاي أوف. بالنسبة لأمانة بغداد هذه كرة عالية خطيرة، محاولة على كرة خطيرة جدا على نادي الكهرباء. فرصة كانت خطيرة جدا، اللقطة الماضية كانت خطيرة جدا. أمانة بغداد لا زال هناك متأخر، والخسارة من أمام نادي الغراف 3-1. يعني نادي أمانة بغداد بالمركز 18 34 نقطة، يعني متبقية 6 نقاط حتى يصل النقطة 40 اللي هو بحوزة نادي نفط ميسان. متبقية مباراة واحدة، وبالتالي أمانة بغداد هو من سيلعب مباراة البلاي أوف حسب ما موجود حاليا في جدول الترتيب. كرة من جديد، ركلة مرمى. لمصلحة نادي دهوك، رمية تماس. خلاص اللحظات الأخيرة، بهذه اللحظات كرة لمصلحة نادي دهوك. من الصافرة من جديد وبطاقة صفراء. خلاص هي اللحظات الأخيرة قبل صافرة الختام وتقدم كهربائي. شوف هذه اللقطة الماضية مع علي مهدي والبطاقة الصفراء التي كانت على ياسين بن الماهاني. هنا الكابتن أحمد خلف غضب على اللقطة الماضية وعلى خسارة نادي دهوك بنتيجة 2-1 لغاية الآن. كرة اللعب للأمام، أمانة بغداد ومن سيلعب مباراة البلاي أوف حسب النتائج الحالية. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة الحكم زيد ثامر معلنة عن نهاية هذا اللقاء، وبالنسبة لنادي الكهرباء الذي حقق هذا الفوز
الغالي ووصل للنقطة 41، وبالتالي يحجز مكانه في دوري النجوم في هذا الموسم. بينما نادي أمانة بغداد بعد أن خسر مباراة اليوم بنتيجة 3-1 أمام نادي الغراف، وبالتالي هو أصبح الآن بجدول الترتيب المركز 18. وبالتالي أيها الأحبة، أيها مشاهدينا في كل مكان، تقبلوا تحياتي يوسف جميل. إن شاء الله نلتقي في مواعيد قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.